السلام عليكم اخوان اخوات زوار متابعي قناه بالفاسبور، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. في هذا الفيديو غادي نطرقوا من خلاله ثلاث مواضيع، نعطيكم ابرز يعني عناوين المواضيع. عندنا الموضوع الاول وهو يعني الكاف في رئيسها باتريس موتسيبي يرسل دعوه رسميه لملك البلاد ملك المغرب محمد السادس. لدينا كذلك الموضوع الثاني وهو حول يعني العقوبات المنتظره، ولجنه الكاف يعني تجتمع لإصدار قرار حول عدم مشاركة المغرب في شأن الجزائر، وكذلك حول يعني الخطاب حفيد مانديلا. وكذلك الموضوع الثالث الذي معنا وهو إدراج ملعب جديد أو ملعبين جديدين يعني للمغرب في تنظيم كأس أفريقيا 2025. قبل البدء في التفاصيل احبتي في الله، ما تنسوش تشجعونا وتدعمونا بالاشتراك في القناه، تفعيل الجرس، وكذلك الضغط على زر الاعجاب باش الفيديو يطلع. اخواني اخواتي نمروا الى التفاصيل. الموضوع الأول الذي معنا أحبتي في الله كما قلنا هو حول الكاف في شخصها رئيس يعني رئيس الكاف باتريس موتسيبي، الذي يرسل دعوة رسمية لملك البلاد ملك المغرب محمد السادس من أجل الحضور في حفل جائزة التميز الرياضي لعام 2022 في رواندا. بحيث على هامش هذه الدعوة التي يعني أرسلها رئيس الكاف موتسيبي باتريس موتسيبي لملك المغرب محمد السادس لحضور اجتماع كيغالي الذي سيشهد كذلك إعلان البلد المضيف لكأس إفريقيا 2025. نمر الخبر الثاني، بحيث أن لجنة الانضباط أو تستعد لجنة الانضباط تبع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لإصدار القرارات أو قرارات تهم الأحداث الماضية في شان الجزائر وما تلها من يعني تسييس الشان والخطاب كذلك الذي يعني ألقاه حفيد مانديلا، بحيث أن لجنة الانضباط تبع الاتحاد الإفريقي تستعد لإصدار هذه القرارات، أبرزها عدم تمكن المنتخب المغربي من المشاركة في شان الجزائر، وكذلك خطاب حفيد مانديلا في حفل افتتاح المسابقة وما ترتب عنها من يعني السب والقذف للجماهير يعني الجزائرية في حق يعني في حق المغرب كما قلنا. الخبر الثالث الذي معنا وهو حول المغرب الذي يضيف ملاعب جديدة إلى ملفه الخاص ببطولة كأس إفريقيا 2025، وسيكون ملعب الداخلة يعني بسعة 25 ألف متفرج أو 25 ألف متفرج أو مقعد، جاهز لاستقبال الدورة يعني الدورة كأس إفريقيا 2025. إذا أحبتي في الله، كان هذا كل ما لدينا في يعني في هذا الفيديو. غادي تكون مستجدات ان شاء الله، واذا كانت يعني اكيد غادي نوافقكم بها. الى هنا ينتهي فيديو لهذا اليوم. ما تنسوش احبتي في الله تدعمونا وتشجعونا وبالزر يعني او الاشتراك في القناه، تفعيل الجرس، وكذلك الضغط على زر